السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا طلعت لقيت اهي طيوبة ولدت وفي ارنوب برا اهو برا العش. كنت مستنياها انها تولد واصور بس ما لحقتهاش بقى، طول النهار طالعة نازلة عليها عشان اعرف اصورها. هي ولدت بقى من غير ما انا ابقى موجودة. عايزة ادخل لها بقى الارنوب اللي طالع برا ده وابص على الخلفة هشوفها عاملة ايه، واشوف لو تحتهم مبلولة اغير لهم الفرشة بتاعتها وهنشوفه كده مع بعض. بس طبعا هسد المكان عشان انا بخاف من طيوبة، بخاف منها، فسديت كده اهو، سديت كده بيني وبينها عشان ايه امد ايدي واشوف الخلفة بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بخاف منها قوي، بس حاسه ان هي بقت طيوبه عشان كده سميتها طيوبه. حاسه ان المره دي هي مش مخوفاني، يعني ان اول مره احط لها الاكل النهارده من غير ما تعمل معايا حاجه ومن غير ما تهجم عليا، فانا حاسه انها ايه اتغيرت. ربنا يسهل الحال، هنشوف ان شاء الله كده الخلفه. المكان صعب ان انا ادخل للخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هنشيله ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه سخن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادرة. الحمد لله. نشوفوه طبعا جابت كام واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الزر عليها بتعوضني عن اللي عملته قبل كده، عشان بقى لها كذا شهر عندي وما اخدتش منها الا 3 عيال بس. الحمد لله، بحمد ربنا على كل اللي ربنا يديهولي، الحمد لله. طبعا الحته دي مبلوله اهي، شايفين الدم. هشيل حبه القش اللي ايه المبلولين دول عشان ما يسقعوش الخلفه، بس هنزل الشعر بتاعها عشان الشعر ده هو اللي بيدفيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. طبعا تبقى عايزه بقى ايه الاهتمام بالاكل بتاعها كويس، عشان انا ما عنديش عندي ارنبه والده، بس والده بقالها كام يوم فعيالها كبروا عن كده، يعني مش نفس الحجم ده، فمش عارفه ينفع احط معاها حاجات من دي ولا لا، مش عارفه. هشوف كده، هجرب
خايفة اجرب اموتهم. انا بزعل حاجة عشان ما بقاش انا السبب في موتهم يعني. ربنا يبارك فيهم يا رب. وادعوا لي كده ربنا يبارك لي فيهم ان شاء الله يا رب. ربنا يبارك لنا فيهم ويطعمنا خير منهم يا رب. بس متنسوش تشتركوا في القناة ودعموني باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.